في حاجة كده اسمها الرضا بالقضاء، ودي مش اي حاجة، دي مرتبة عالية قوي. يعني لما تبقى راضي باللي ربنا كاتبهولك سواء حلو او مر، اعرف انك كده وصلت لحاجة كبيرة. بس خليني اقولك، الرضا ده مش بيجي كده فجأة، ده بيجي لما تبدأ تفهم وتعرف وتدوق طعم المعرفة بربنا. ساعتها حتى لو حصلت لك حاجات صعبة قلبك بيبقى ثابت. يمكن تتوجع شوية، تحس بمرارة، بس مش زي اللي مش فاهم. العارف بربنا لما المصايب بتيجي بيحس بطعمها أقل. عارف ليه؟ عشان قلبه مليان بحلاوة القرب من ربنا. والمفاجأة بقى لما توصل لمرحلة انك مش بس راضي، لا، ده انت بتحب ربنا حب بجد. ساعتها المرارة نفسها بتتحول لحلاوة. والله كل حاجة صعبة كنت بتستغربها هتشوف فيها خير وهتحس بجمالها. لان اللي يعرف ربنا صح عمره ما هيخسر، حتى لو كل الدنيا شايفة انه خسران. فخدها قاعدة، كل ما زادت معرفتك بربنا زاد رضاك، وكل ما زاد رضاك قلبك هيعيش مرتاح مهما الدنيا لفت بيك. وزي ما اتقال، عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب. حسبي من الحب أني لما تحب أحب. عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب. حسبي من الحب أني لما تحب أحب.